Yeah. Carl. Who is في this? حد بيكلم الشخصية اللي قدامنا دي في التليفون. الشخصية دي اسمها كارل، فهو بيرد كارل ده وبيرد وبيقول who is this، والجملة دي بنستخدمها معناها مين على التليفون يعني. أو ممكن تقول who is it. who is it. You know me. This is the truth. طيب you know me this is the truth. فاللي بيكلمه على الموبايل بيقول له انت عارفني، انا الحقيقة. وفي هنا لعب بالكلام لان كلمة truth او the truth معناها الحقيقة، وفي نفس الوقت الشخص اللي بيكلمه اسمه المستعار مستر تروث. No, I don't. Perfection. They said you were a moron. فكارل بيرد وبيقول no I don't. لا انا معرفكش. perfection يعني مثالي. They said you were a moron. كلمة moron هي شتيمة معناها أحمق، بتستخدمها علشان تصف حد غبي جدا. فبيقول له مثالي هم قالوا عنك إنك غبي، moron أو أحمق يعني. Who? Okay, you can drop the act now, kid. who. فبيقول له مين اللي قالوا كده أو مين اللي معايا. Okay you can drop the act now kid. drop the act ده مصطلح معناه بطل تمثل. طبعا الشخص اللي بيكلمه مفكره بيمثل إن هو ما يعرفوش، فبيقول له okay تمام you can drop the act now kid. بطل تمثل يا ابني أو يا فتى. You the police? No, we have a mutual friend and business partner. you the police. فبيقول له أنت من الشرطة. no we have a mutual friend. كلمة mutual يعني مشترك أو متبادل. mutual friend صديق مشترك. بيقول له احنا ما بيننا صديق مشترك. and business partner وشريك عمل. business partner. كلمة partner معناها شريك عموما يعني. We do? Who? Yes. Have you killed any cops lately? we do. فكارل بيقول له فعلا we do ما بيننا شريك عمل فعلا. who مين. yes have you killed any cops lately. كلمة cops هي جمع كلمة cop، وهي كلمة عامية لرجال الشرطة اللي هم police officers. ممكن نقول cops، لكن cops هي كلمة عامية. فبيقول له انت قتلت اي cops رجال شرطة lately مؤخرا. Oh man, Tenpenny. I should have known. That asshole. oh man Tenpenny. فكارل استوعب بقى بيقول له oh man Tenpenny. قصدك Tenpenny ده الضابط الفاسد اللي بيستفز كارل. I should have known. I should have known ده مصطلح معناه كان يجب أن أعرف ذلك، وبنستخدمه للندم لعدم الانتباه لشيء واضح. that asshole. كلمة asshole هي كلمة عامية وهي شتيمة ومعناها وغد، بتستخدمها علشان تشتم حد أناني أو مؤذي أو سيء الأخلاق يعني. So I've got a room at a motel in Angel Pine. So I've got a room at a motel in Angel Pine. بيكمل كلامه بيقول له so I've got a room أنا في غرفة أو لدي غرفة at a motel في موتيل. طيب إيه الفرق بين موتيل وهوتيل؟ الهوتيل ده اللي هو الفندق بيكون كبير وفيه خدمات كتيرة غير بس إنك تقضي فيه ليلة أو كده يعني. ممكن تلاقي أكل سباحة رياضة كل الحاجات دي يعني. بيكون غالبا في وسط المدينة مثلا. لكن الموتيل بيكون على الطريق، والهدف منه أساسا إن الناس اللي مسافرة تريح فيه. Make sure nobody follows you. make sure nobody follows you. make sure يعني يتأكد من حاجة، فهو بيقول له make sure اتأكد nobody follows you. follow هنا معناها يراقب، فبيقول له make sure nobody follows you. اتأكد إن محدش مراقبك وانت جاي لنا يعني. Hello? Hello? Somebody in there? hello أهلا أهلا. somebody in there. somebody in there يعني أيوجد أحد بالداخل، ودي بنستخدمها قبل ما نخش البيت بتاع حد مثلا أو إحنا بنخبط على الباب يعني. ممكن برضو نقول anybody here. anybody here أو anybody home. anybody home. In here. فالظابط اللي هو Tenpenny ده الظابط الفاسد اللي في اللعبة يعني، وقال له in here هنا موجود هنا في الداخل يعني. Check this shit out. What do we have here? طبعا قاعد بيحشش.
check this shit out. فكارل بقى مش مصدق اللي هو شايفه، فبيقول check this shit out. check out أو check this out معناها انظروا لهذا. كلمة shit معناها الهراء أو الكلام الفاضي أو، فبيقول check this shit out. مش مصدق اللي هو شايفه، بيقول بصوا الهبل اللي احنا فيه مثلا يعني بالعربي. What do we have here؟ ماذا لدينا هنا؟ أو إيه اللي بيحصل هنا؟ Yo, Carl. What up, kid? Yo, Carl. What up, kid? كلمة yo هي كلمة عامية للفت الانتباه، كأنه بينده عليه يعني، فبيقول له Yo, Carl. What up, kid? What up هي كلمة عامية برضو معناها إيه الأخبار. Hey, what's happening? Oh, is this undercover training? Oh, no, you must be off duty. Hey, what's happening? كارل بيقول له Hey, what's happening؟ إيه اللي بيحصل؟ Oh, is this undercover training؟ بيسخر منه طبعا وبيقول له Is this undercover training؟ undercover يعني سري أو متخفي، وtraining معناها تدريب، فبيقول له إيه ده أنت في تدريب سري؟ بالمناسبة undercover cop يعني شرطي متخفي. Oh no, you must be off duty. بيكمل تريقة على الضابط وبيقول له You must be off duty. Off duty يعني خارج وقت الخدمة بتاعتك، خلصت يعني شغلك النهاردة وجاي بقى إيه تعمل اللي أنت بتعمله. وعكسها on duty. on duty يعني أثناء وقت الخدمة بتاعتك. Yeah, whatever. Hush up, man. طبعا الضابط مش مهتم أساسا، هو بيقول له إيه وبيقول له yeah whatever hush up man. whatever اتريق براحتك. hush up يعني اخرس أو اصمت، اقفل بقك يعني. Mr. Truth here is going to be supplying you with some of the finest weed. بيكمل كلامه وبيقول له Mr. Truth here is going to be supplying you with some of the finest weed. Mr. Truth ده اللي كان بيكلم كارل على التليفون في الأول، فالراجل ده اللي هو الضابط بيقول له Mr. Truth here is going to be supplying you. كلمة supply with معناها يزود بي، فبيقول له هو هيزودك ب some of the finest. ده مصطلح معناه من أجود أنواع الحاجة اللي بعدها، يعني مثلا some of the finest weed، وكلمة weed هي مصطلح عامي للمخدرات، كلمة عامية، فلما نقول some of the finest weed يعني من أجود أنواع المخدرات، وكلمة finest لوحدها معناها الأجود أو الأفضل. And you are going to deliver it for us. And you are going to deliver it for us. وانت هتوصله لنا أو توزعه لنا يعني. فهم جايبين كارل هنا عشان يوزع لهم المخدرات. Hey, man, you losing it. You hallucinating this shit. Hey man, you losing it. You losing it. ده مصطلح عامي ومعناه انت اتجننت او عقلك طار. You losing it. You hallucinating and shit. You hallucinating جاي من الفعل hallucinate يعني هلوس، فبيقول له you hallucinating انت مهلوس او بتهلوس. And shit. And shit دي عبارة عامية للتأكيد على الكلام اللي قبلها، يعني كأني بقول لك انت بدأت تهلوس وكده او حاجات من دي. What? Oh. Yo, Truth, come here, man. What? Oh, yo, Truth, come here, man. فالظابط نده على Truth وقال له come here, man. تعالى هنا. Welcome, friend. What's up? Welcome, friend. طبعا Truth ده في قمة السلام النفسي، بيقول له welcome friend، مرحبا يا صديق. فكارل بيرد وبيقول له what's up. what's up هي زي what up اللي قبلها دي، ايه الأخبار. الاتنين عاميين طبعا. Carl here is going to be paying you your money. Carl here is going to be paying you your money. كارل هو اللي هيدفع لك الفلوس بتاعتك. He is going to be paying you your money. What you talking about? طبعا كارل مش فاهم بقى فلوس ايه دي اللي هيدفعها وتدبس فيها. What you talking about? What you talking about? اتكلموا عن ايه؟ Now, Carl, I got a real do-gooder fucking with me. Now Carl, I got a real do-gooder fucking with me. Do-gooder يعني شخص صالح أو فاعل خير.
حد كويس، حد نضيف يعني، مش زي الضابط الفاسد اللي قاعد ده. والتعبير بتاع fucking with me هو تعبير وقح شوية، ولكن معناه يزعجني أو يعبث معي، حد بيضايقني يعني. فطبعا ده ضابط فاسد، وفي ضابط صالح بيدور وراه وبيضايقه، فهو متضايق منه. And I want you to take this evil green poison and drop it on him. And I want you to take this evil green poison. وعاوزك تاخد I want you to take this evil green poison. كلمة evil معناها شرير، و poison معناها سم. و evil green poison السم الشرير الأخضر يقصد هنا المخدرات. And drop it on him. drop it on him وتسقطها عليه أو توصلها له يعني. It's gonna ruin that asshole's career. It's going to ruin that asshole's career. ruin يعني يدمر أو يفسد، فبيقول له لما تعمل كده هتدمر لنا الكارير بتاع الضابط الصالح ده. طبعا بيصفه بالاسهول الأحمق لأنه مش بيطيقه. bullshit. من الآخر عاوزين يلفقوا له تهمة مخدرات يعني. Oh bullshit. طبعا كارل معترض وبيقول oh bullshit كلام فارغ، وده طبعا اعتراض عامي. Yeah. Carl, Who is this? you know me. This is the truth. No, I don't. Perfection. They said you were a moron. Who? Okay, you can drop the act now, kid. You the police? No, we have a mutual friend and business partner. We do? Who? Yes. Have you killed any cops lately? Oh man, Tenpenny. I should have known. That asshole. So I've got a room at a motel in Angel Pine. Make sure nobody follows you. Hello? Hello? Somebody in there? In here. Check this shit out. What do we have here? Yo, Carl. What up, kid? Hey, what's happening? Is this undercover training? Oh, no, you must be off duty. Yeah, whatever. Hush up, man. Mr. Truth here is going to be supplying you with some of the finest weed, and you are going to deliver it for us. Hey, man, you losing it. You hallucinating this shit. What? Oh. Yo, Truth, come here, man. Welcome, friend. What's up? Carl here is gonna be paying you your money. What you talking about? Now, Carl, I got a real do-gooder fucking with me, and I want you to take this evil green poison and drop it on him. It's gonna ruin that asshole's career. Ah, bullshit.